أنا معاكم خديجة سالم، معالج نفسي جسدي. إن شاء الله نبقى مع بعض الساعة ديّة، ساعة مع دارما. آآ المرّة اللي فاتت كانت معانا أستاذة نُهى، قالت لنا إزاي ناخد بالنا من جسمنا، يعني إزاي نشوفه أصلًا، نحس بيه. النهارده إن شاء الله بعد بقى ما المرّة اللي فاتت حسينا بيه وبوجوده، النهارده هنحاول نفهم هو بيكلمنا، بيقول لنا حاجة. يعني عايزين نعرف هل في صلة بيننا وبينه والّا زي بقية الناس ما بتستخدم الجسم وكأنه فعلًا أداة من الأدوات بتاعتها اللي بتستخدمها في حياتها. مين مننا ما نامش وهو مثلًا مشغول أو دماغه فيها 100 حاجة ويصحى من النوم بعد 8 ساعات، 10 ساعات، أيًا كان الوقت اللي نايمه كتير، ويصحى من النوم مكسّر وكأنه يعني ما شافش النوم دقيقة، وكأنه كان في معركة وهو نايم. يبقى صاحي جسمه كله ما فيش حتة مش واجعاه. مين فينا ما كانش مثلًا في موقف، وفي الموقف ده ما عرفش يعبّر عن اللي جواه أو يقول كل اللي جواه، وبعديها يفضل يأنِّب في نفسه ويقول أنا كنت قُلت كذا، أنا كنت عملت كذا. بعد الموقف ده ما يخلص وبعد ما الوقت يخلص كل ما يفتكر الموقف يحس بحتة في جسمه واجعاه. الحاجات ديّة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن جسمنا لمّا إحنا ما بنتكلمش، لمّا إحنا ما بنقولش، هو بيبدأ يتكلم ويقول. أول حاجة بتحصل لمّا الجنين بيتولد إنه بيصرّخ، الصرخة دي معناها إنه بيعبّر عن الألم اللي حصل له، بس بمجرد دخول الهوا لجسمه حس بالألم فعبّر عنه بالصرخة اللي هي بنقول عليها صرخة الميلاد. أول حاجة البني آدم بيعملها في الدنيا عمومًا ولو اتأخرت بنقلق عليه، إن هو يعبّر عن مشاعره. حس بالألم عبّر عنه بالصرخة دي. إحنا بقى جينا الدنيا اتعرّضنا لمواقف كتير، عملنا حاجات كتير، بصّينا لقينا إيه، لأ ما ينفعش تقول الحاجة الفلانية، ما ينفعش ترُد على فلان الفلاني، ما ينفعش، عيب أوي إنّك أنت مثلًا تبيّن مشاعرك وكأنها ضعف، عيب إنّك أنت تقول حاجة معيّنة في وقت معيّن، فبدأنا نكتم، نكتم، نكتم لغاية ما فقدنا البوصلة بتاعتنا وفقدنا قدرتنا على التعبير. إيه اللي بيحصل؟ ما هو ربنا خالق المشاعر دي لأنها بتيجي لنا كرسالة تفهمنا إيه اللي بيحصل معانا. إيه اللي بيحصل؟ يبدأ بقى البني آدم يسكت خالص، فيبدأ الجسم يتكلم، ويبدأ الجسم يصرخ. فإحنا المرة دي عايزين نتكلم على إنه الجسم إزاي بيقول. أنا مش سامعاكِ يا ولاء. طب كده سامعاني كويس؟ كده اتفضلي. طيب أنا أستأذنك إن أنا هاقاطعِك علشان بنسمع كتير هو ما ينفعش أزعل دلوقتي، أصل أنا عندي امتحانات. ما ينفعش نتكلم في الحاجة الفلانية دي دلوقتي علشان ما فيش وقت. ما ينفعش أحس الحاجة الفلانية دي عشان ما ينفعش دلوقتي. فبنأجل حتى إن إحنا نحس بالمشاعر بتاعة الأحداث اللي حاصلة. سواء بقى لما كعميل يعني بيبدأ خطوات علاج، لأ ما ينفعش نتكلم في الحتة دي على الرغم إنها وجعانا، بس بنبذل مجهود كبير إن إحنا نقعد نزقها ونزق المشاعر بتاعتها عشان في حاجات تانية في الدنيا أهم. ولقطة تانية لأ هو يعني خصوصا يعني في اللحظات بتاعة الفقد، لأ هو ما ينفعش أحس حاجة دلوقتي علشان أنتِ عليكِ الموقف يمشي، مسؤولية، عشان أنتِ عندي عليكِ مسؤولية. مسؤولية، واللي فممكن حواليكِ نحطهم في هيتعبوا، الاعتبار فموتي أنتِ ما فيش مشكلة. وهيزعلوا. إمم. والأكتر من كده بنلوم أنتِ حاسة كده ليه؟ اهم. أو فممكن أنتِ مش تحطي بس صابرة فأنتِ الnotes في مش الاعتبار. أنتِ مش صابرة فمش راضية باللي ربنا عمله. أحكام كلها حطي أحكام. ده في الاعتبار وشاركينا يعني ده إيه؟ طيب، فكرة أنا ما ينفعش أحس ده دلوقتي، ما حدش يملك ده، حتى أنا مع نفسي ما ينفعش أقول لنفسي ما ينفعش تحسي. طب أنا حسيت خلاص خلصت، هي أنا حسيت. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل المشاعر دي ليه؟ المشاعر اللي هي زي ما قلنا بتظهر مع الميلاد، ما استنتش لما تظهر مع البلوغ والعقل بتظهر معانا مع الولادة، بتتولد معانا. يعني حاجة built in مش مستحدثة. ولا الطفل قال خلاص ما ينفعش ده ماما تعبانة ما ينفعش أصرخ الست وأعيط بتولد، انت جاي وأرتجف. تصرخ وهي بتولد، مش عيب عليك؟ يعني ففكرة فإحنا انه ما ينفعش تحس بده دلوقتي، ما ينفعش. معاكي في ان التعبير عن المشاعر قد يكون محتاج بعض الربط او الضبط، ان احنا نظبطه. مش هنتحكم
مش هنتحكم فيه ولكن هنديره صح. يعني انا حاسه بألم شديد، ما ينفعش اقعد اصرخ في وسط الناس، في وسط محاضره، لا اظهار الألم، اظهار الوجع، اظهار الاحتياج للمساعده وارد. انما وطبعا كل حاجه بتقدر بقدرها. يعني انا لو ألم شديد قوي، لا صرخي مفيش مشكله. بس فكره ان انا اختار التعبير عن المشاعر بالشكل اللي لا يأذيني ولا يأذي غيري، التعبير اختاره انما ما منعوش. وفي مواقف بتبقي انت محتاجه ان انت تبقي، يعني موقف انه لا قدر الله حد من الولاد تعب ولا حاجه، هقعد اعيط جنبه، ما انا متألمه جدا وحزينه جدا، بس مش هقعد اعيط جنبه. المجدي دلوقتي والنافع دلوقتي ان انا اتحرك. ألمي جوايا ظاهر على وشي، ظاهر على مشاعري، ممكن اتكلم بيه، ادعي له، اعمل اي حاجه تظهر بعض المشاعر دي. وايه، انا برجئ التعبير عنها بس مش كاملا، لغايه ما بس ايه، الفكرة احل بتاعت ما الموقف. ينفعش أحسها دلوقتي. لا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش احسها، دي ما حدش لا يملكها. والله بنقابلها، بنقابل ما ما احنا ينفعش بنقابلها أحس اه. دلوقتي. طب انا عايزه اقول كلنا لك على حاجه متفاهمين اجمد من على ده. كده، ما ينفعش قولي. احسها خالص. اه، ما ينفعش يعني مش أحسها ما ينفعش خالص. احسها ليه دلوقتي، ده بنحس حتى كده؟ دلوقتي يعني فيها شويه رحمه، مم. انه انا تبقى اجلها شويه لما تبقى مثلا يعني متاح. فكرة إن أنا انما لا، أحسها حاجة وإني أعبر عنها حاجة، لكن إحنا اه دي بنقابل. أنا منفصله ما عن دي ينفعش تماما. حتى أحسها دلوقتي. يعني أنا همنع الكلام فيها حتى ما بيني وما بين نفسي، عشان ما ينفعش أحسها دلوقتي، ما ينفعش ده أعيط انا عايزه اقول لك دلوقتي. بقى، دي بتعمل مشاكل اكبر، لانه مش بس مجرد عدم التعبير، ولكن انا لو حسيت بيها تاني فانا كده هبقى انا اللي وحش. مم. هي هبقى انا اللي تتحول بقى ضعيف. مشاعر خزي جوه، يبقى انا بني ادم مش اه، كويس ان انا احس بده. انا مش راجل، ازاي اعيط، ازاي حزني يغلبني ودموعي تنزل، فانا مش راجل. وده اللي احنا اللي ولادنا يعني او مجتمعنا كله بيتربى عليه، انه الولد لازم يسكت وما يعيطش مهما كان يتألم، لا ده انت راجل لازم تستحمل. فلو جه بعد كده في موقف ما حس بألم وضعف وعينيه دمعت، يبقى انا كده انت مش راجل، فهيحس بالخزي جواه. او انت ست مثلا، المفروض ان انت تستحملي اللي حواليكي وان ولادك، ولازم تستحمليهم لما تيجي في وقت انت مش طايقه ومش قادره تستحملي مشاكل الولاد، فانت كده مش ام، انت ما عندكيش رحمه. فبقت المشكله عندي انا، جوايا انا، بتاعتي انا، مش ان انا ما قدرتش، لا انت وحشه مش عارفه تستحملي، وانت المفروض تستحملي وما تبينيش زهقك. ازاي تزهقي من ولادك، ازاي تتعبي من ولادك؟ طب فاحنا اكتشفنا بقى في الموقف نفسه علاقة الجسم بيه ازاي. يعني ايه؟ يعني اللي انا حابة اقوله طبعا بعد اذنك يا خديجة، احنا مرينا بموقف، انا نايمة بالليل تعبانة جدا ومضغوطة خايفة على ولادي في موقف معين داير ومش قادرة اتعامل معاه ونايمة بيه. يا ترى لغة الجسم بفهمها ازاي بعد ما اكتشفته؟ هل كلنا شبه بعض؟ لا، كل جسم بيعبر بطريقته. ممكن اصحى الصبح الاقي عينيا تعباني جدا 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 من موقف، فانا معنى كده ان انا بعد اكتشافي لجسمي وان كل مكان بيتكلم عن مشاعر معينه، فانا بقول انا مش قادره اشوف الموقف ده، حاسه ان انا مش قادره افتح عيني. طيب لا، ده انا قايمه رقبتي وجعاني جدا جدا، هو انا مش قادره اتعامل بمرونه طيب مع الموقف ده، مش قادره اشوفه من جهات كتير ليه. رجليا تعباني جدا جدا، هو انا مش قادره اخد مواقف فيه واتحرك بحركه. انا غير جزء، ممكن يكون نفس الحدث في البيت بس انا استجابتي الجسديه مختلفه عن استجابه جوزي، مختلفه عن استجابه امي، مختلفه عن الموقف واحد، بس كل واحد فينا طريقه الاستجابه مختلفه. جسمه هو اللي بيديله المؤشر البسيط، جميل والله وبسيط، اول ما بيكتشفه يفهم هو واقف عند انهي نقطه. عينه لو وجعته من نفس الموقف ممكن نفس الموقف يتكرر تاني، اتخانق مع المدير بتاعي بس المره دي ما احسش ان انا ايديا وجعاني، ما احسش ان انا محتاج اكتب حاجه، اعمل حاجه، رجليا وجعاني مش قادره اخد خطوه، لا، احس ان انا محتاج ان انا اقول، احسس ان زوري وجعني ومش قادر، بقي مقفول، فكي زي ما يكون متكتف، فانا محتاجه اتكلم. طب فكرة بقى تأجيل المشاعر ان ده مش وقتها، زي الموقف اللي قالته أستاذة خديجة مثلا، ابني دلوقتي تعبان ومش يعني هسيبه وهقعد اعيط جنبه، لا، انا باخد المشاعر بتعامل معاها زي الطفل الصغير. الطفل الصغير لما بيقعد يعيط ويزن، لو احنا سبناه بيقعد يزن اكتر يزن اكتر وصوته يعلى اكتر والمشكلة تحبق اكبر.
لو انا شلته ووقفت بيه بس، لو انا مسكته قلت شلته كده حطيته على كتفي ووقفت بيه بس هيزن، ولو سكت وانا شايلاه هيزن، هيرجع بقى يزن اكتر. لكن بشيله وطبطب عليه وامشي بيه. يعني ايه؟ انا دلوقتي حاسه ان انا حزينه جدا او غضبانه جدا، فانا بعمل ايه؟ بعترف بمشاعر الغضب وبقول لها تمام انا معاكي، وبتحرك في الحياه. ابني تعبان، انا موجوعه، فانا اوكي تمام، انا شايلاه مثلا او رايحه بوديه المستشفى او ودموعي نازله، مش هيحصل حاجه، ما انا تعبانه، ما انا قصدك يا حزينه نهى عليكي. ان احنا ترجمنا المشاعر لفعل. بالظبط، اخدت جزء منها، مش لازم اقف لها كاملا، بس مم. بعترف بوجودها، بعترف بحته في جسمي. انا صدري وجعني، فانا وانا رايحه بابني للدكتور وانا بعبر بقول انا حتى لو لنفسي، انا صدري مم. وجعني، انا قلبي وجعني من كتر ما هو تعبان، مش قادره. فكره ان انا قلت ده حتى لو مش لحد قلته، هو في يا دوب المشاعر حست ان انا شايفاها، معترفه بيها، ماشيه بيها، هتكلم معاها بس واحده واحده، بس معترفه بيها. راضية انها فبص، موجودة، مش بنكرها ايوه ولا بتخانق معاه. ايوه، بصلة مم. الجسم بتوريني هو ايه اللي واقف عندي، هو ايه اللي انا محتاجاه فعلا. ما انا ممكن اكون في موقف وبحكيه لخديجه، فخديجه تقولي طب ما تتكلمي وتقولي كذا، اقول لها طب ما انا بتكلم. فمثلا ولاء تقول لي طب خدي موقف وروحي واعملي كذا، اقول لها طب ما انا بعمل كذا بس انا برضو مش مرتاحه. مم. فبصلتي عندي، لو قعدت مع نفسي عملت سكان، هعرف فين موجود، مشاعر ايه موجودة فين، والجزء ده لو قعدت معاه شوية هفهم هو محتاج ايه. فده طيب، السر اللي موجود في الجسم، بيسهل لنا حاجات كتير، والله جميل والله. هندي مثال يا صح نهى كده؟ من يلا كلامك، بينا. اخد من كلامك وندي مثال. لو يلا قلنا بينا. مثلا مشاعر الغضب، كل واحد كده يعني ايه، يعني واحد ورا التاني كده يقول لما بيبقى غضبان بيبقى حاسس بايه في جسمه. اسالكم واحد واحد ولا حد هيرفع ايده ولا نعمل ايه؟ أنا ممكن اجباري ولا أتكلم؟ اختياري؟ ممكن طب أتكلم. نسال. اتفضلي يا ماشي، ايمان. اتفضل. طيب أنتوا كلامكم كله جميل وحلو مم. قوي، مم. وأنا نفسي أعمله بس أنا ما بعرفش أعمله. أنا طبيعي. إنسان بطبعه وأنا ما بعرفش أزعل. مم. أنا ببقى عايزة أطلع غضب من جوايا بس مش مم. بعرف أعمله. ما بعرفش أرد على اللي قدامي لما يغلط. حقك. بيعتبروني أن أنا كده ضعيفة، بس أنا مش ضعيفة. مم. أنا ممكن أكون أقوى من اللي قدامي شخصية وإن أنا أرد، وممكن أرد برد يوجع اللي قدامي، بس أنا مش بعرف أعمله. أو حقك. مش باعرف، ما جواياش الرغبة إن أعمل كده. أنا دايمًا أحب أكون ساكنة مع نفسي كده، بس إن أمّا باسكت باتعب. مم. ممكن أقعد اليوم كله أو الليل كله أنا مش عارفة أنام، متوترة، مش عارفة أطلّع حتى إن أنا أقول إن أنا تعبانة، مش عارفة مم. أقول للي قدامي إن أنا، أو لو قُلت حتى طب أنا لو قُلت لهم إيه اللي هيحصل؟ مم. هيعملوا لي إيه؟ طب اللي عمل كده هو عمله ليه أصلًا؟ يعني مم. اللي عمل الموقف السيء ده عمله ليه؟ مم. طب أنا لو ردّيت ما أنا مش لاقية له رَد يناسبه، مم. فباتعب، بيعود عليَّ بالمرض، سواء مم. النفسي أو البدني. مم. كمان المرض اللي عندي اللي جاني بسبب الضغوط ديّة، من أعراضه إنه بيعمل حالات نفسية شديدة ولازم تخرج، والدكتور قال لي خرّجيها، أيًا كان مم. خرّجيها، اللي قدامِك يزعل ما يزعلش خرّجيها، وبرضه مش عارفة أعمل ده، فباتعب مم. أكتر. مم. يعني أنا في موقف ما كده زعّلني، مم. الروماتيزم نشط ولازم أخرّج المشاعر، بس حتى اللي زعّلني أنا مش عارفة أوصل له، أو ما هو حتى لو احنا مش لازم وصلت يا ايمان، احنا مش مم. لازم نوصل للي زعلنا ونخرج المشاعر معاه عشان نرتاح. ما هو أنا احنا عندنا، عشان أخرّج اللي جوايا المسبب للزعل لازم يعرف إنك زعّلني. لا مش لازم. افرض ان طب هو أنا هافرض توفى، على نفسي أبقى أنا افرض مجنونة. انه مسافر، افرض ان انا ما فيش صلة معايا دلوقتي معاه، هفضل شايلاها؟ انا طب ما ممكن أعمل اخرجها على الورق، أخرّجها إزاي؟ اكتبها، اتخيل انه قدامي على الكرسي وافضل اقول الكلام اللي عندي كله، طبعا لوحدك بقى عشان ما يقولوش حواليك انك اتجنيتي يعني. طب ما هو لانه في ناس ده بتشوف ده نوع من انواع الجنان يعني، بس انا عايزه أولًا اقول أنا لك مش ان شايفاه حل، أولًا أنا مش شايفاه حل لإنه ما ردّش عليَّ يقول لي عمل معايا ليه كده، أو ما هو مش أسبابه إيه.
وايا كانت الاسباب توصلك معايا لكده ازاي. ايوه ايوه فالحل لازم يكون جذري، الحل لازم يكون حاجه كده مش كلام على الورق، احنا دي عارفه. نظريه مكتوبه على الورق فتتنفذ زي ما انتوا قلتوها. لا فلا لا انا عايزه، خالص. انا ممكن مثلا اقعد الكوميدينو جنبي كده دلوقتي اقعد اقول له انت عملت فيا، لا انت لا لا عملت لا ليه. لا الفكرة مش كده حقك. يا بصي أستاذة يا إيمان. ايمان، بعد اذنك يا لا خديجه. انا كملي يا بعاني نهى، فعلا، لا ما كملي أنت انا يا نهى معايا. دي فرصتي، ده انتوا ممكن تدرسوني، ده حبيبتي ده انتوا انت جميله، حبيبتي ممكن انت تطلعوا جميله، مني حاجات تدرسوها يعني عشان تبقوا عارفين. انت جميله، انا انت جميله. انا ما صدقت لقيت الفرصه دي ان انا اتكلم ايوه معاكم، يعني اتكلم مع حد اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ايوه فخلاص انا ايوه اهل الذكر اتوجدوا قدامي دلوقتي، فانا لازم ايوه اقول. مش من كلامكم ان انت لو عندك ايوه. حاجه تقولها. طبعا. أكيد. خلاص انا بقى عايزه اقول. حقك. انت عارفه يا ايمان اللي انت بتتكلمي فيه ده وجع عميق جدا، معناه ان من وانا اصلا وانا صغيره مش مسموح لي ان انا افتح بقي واقول انا حاسه بايه. ف... فهل ده طبيعي ان حاجه انا ما اعرفهاش او ما اتعلمتهاش اقدر اللي هو يلا بينا، لما اقول لك يلا بينا انت دلوقتي تتكلمي تقولي كذا، دي سهله؟ لا مش سهله يا حبيبتي، دي بيكون لها تدريب واحده واحده وبالراحه، وبناخد خطوات فيها. الامور مش سهله. حقك ان انت شايفه الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام كبير قوي وكلام، طبعا لان كل خطوه فيه اصلا مش بالبساطه دي. من عشان كده من المره اللي فاتت واحنا بنقول احنا بنكتشفه واحده واحده بالراحه. جملتي المشهوره والمعتاده اللي بقولها طول الوقت، بالراحه يا ايمان. دلوقتي احنا كائنات حيه يا ايمان، بنروح ونيجي مع المشاعر وبنحس. الاساس فينا الفرق بيننا وبين اي كائن تاني الاحساس. فان انا اعبر عن الاحساس ده بعد ما اتكتم لسنين مش سهل. وبعدين كمان يا حبيبتي انت وانت بتتكلمي قلتي ان في روماتويد، يعني في اضطراب المشاعر ده وصل لدرجه المفاصل، وصل يعني تعبان خلاص، انا واصل لدرجات خلاص الجسم فيها بيتكلم بألم شديد مناعي. صرخ. فعلا فعلا امبارح انا ما كنتش عارفه ان انا كنت بالوجع. ايوه حبيبتي. فده ما بينفعش، واحنا دي مراحل، فاحنا في المرحله احنا بنحتاج حد معانا في مساحه امنه يسمعنا، يبقى موجود معانا ويترجم لنا اللي موجود في جسمنا، طب يترجم. انا لو ايوه قلت لحضرتك ان انا ايوه عندي واحده غاليه عليا جدا ما ايوه. بحبش اتكلم لا الا قدام. ما انا ما بحبش بيحبش ايه. انا نفسيا ما بحبش اتكلم الا معاها، اه ولما بحتاجها اه ممكن تقول انا مش فاضيه لك دلوقتي، ما هي ده انا ورايا للاسف. كذا، انا عندي بالظبط مشاغل كتير كتير، انا مش بالظبط فاضيه، انا مش قادره اسمع. بالظبط، ما هو ده بس اللي هي بيحصل. بس هي اهم حاجه عندي، طبعا انا اهم عارفه. انسان ممكن ان انا اتكلم معاه، مش جميل. هقدر ادي المساحه لحد الا ليه. ايوه ايوه. المساحه دي يا حبيبتي اللي انا اقصدها. دي لما انا الاقي ان انا في مفتاح بدا يتفتح عندي ان انا ممكن مم. اخرج حاجه، اه وعارفه ان الانسانه ديت ان انا حتى لو انفعلت قدامها اه. طب وانا ممكن اسكت. لا ليه ليه تسكتي ليه؟ عشان حقك زعلانه منها قوي، حقك. المساحه الامنه دي عشان بتكون مش مع حد. بتسمعني كويس. حقك تكوني زعلانه للدرجه دي. حقك. المساحه الامنه دي يا ايمان بتكون مع حد متخصص بيعرف. احنا كلنا كبشر في الحياه، انتي قلتي في الاول اسالوا اهل العلم. المشكله انه متخصص، اه اه. المشكله انه متخ... متخصص. اه. بس هي في الحياه معاكي فرد انسانه، علاقه شخصيه. لا هي يبقى احنا المعالجة محتاجين. بتاعتك طيب يا إيمان، هي المعالجة بتاعتك؟ لا طيب يبقى احنا محتاجين معالج بيكون قاعد معانا في المساحه دي انا جربت، ويبدا. انا مم. جربت يكون لي معالج بس ما حبيتش، عشان مش اه عايزه غيرها، عشان انا اه. مش عايزه غيرها. عشان انتي انا مش عايزه جربت ما هو جلسه دي. واحده وما حبيتش، لا ما هي حسيت انا ان انا اقوى من المعالج الاخت اللي كانت بتعالج، حسيت انا اقوى منها. اه. جميل. مفيش مشكله. الفكره كلها ان انا في حسيت برضو. انا مم. عايزاها، هي دي انا بحبها. ايوه ما ده تعلق حبيبتي، حتى ده لو حتى تعلق. لا مش تعلق، لا لا حب، تمام. حب اخوي يعني. ايوه ما ايه المشكله. يا عمي مش تعلق يا ستي، والله ما تعلق. حاضر عشان مفيش انا مشكله. لما بزعل منها ساعات برضو مش بسكت لها، لان هي برضو الوحيده اللي مم. مش بسكت لها.
ايوه. هو انا واضحه في الصور؟ هو انت لا، انت الكاميرا مش صورتك مش مفتوحه. موجودة يا ايمان، صورتك مش موجودة. احسن برضه، عشان لما طيب مجموعه واحدة تنزل تبقى واحدة. براحتها. أنا واحده واحده وبالراحه. خليكي معانا يا إيمان في الخطوات اللي جاية علشان نفهم شوية إزاي بنتكلم عن الغضب، ولما بتبقى حاجة كبيرة وزي ما نهى قالت كده واصلة لإنها خلاص جسمنا بدأ يشتكي، ما بيبقاش بينفع إنه الشخص فعلا إن أنا موجوعة منه أروح وأتكلم معاه. لا، لا، زي ما صحيح. نهى قالت بالظبط، هي واحدة واحدة. خلينا بس النهاردة نستكشف جسمنا خطوة خطوة. وفعليا نصيحة 3 متخصصين أهو، محتاجة تفكري مرة كمان في حد يساعدك بشكل متخصص أكتر، بجزء بسيط جزء بسيط. لما بنبقى موجوعين او ببساطه لو حد فينا لا قدر الله رجله اتكسرت، ما ينفعش ان هو ياخد بعضه ويروح يطلع الماراثون الصبح، فلا بيبقى محتاج يتعافى. ان الجسم خلاص بدأ يكون بيشتكي، فاحنا محتاجين خطوات جزء جزء علشان نتعلم المهارة بتاعت ان احنا نتكلم دي تكون موجودة عندنا. وبعتذر بالراحه جدا يعني. لو قطعناكي، انت كان بس في خلينا واحده نخلي متخصصه قالت خديجة لي ان تكمل الاصغر سنا علشان بنهتم. وقتنا. انا بعتذر لك جدا، بس ممكن نخلي خديجة تكمل عشان احنا قدامنا بالظبط نص ساعة. فبعتذر لك جدا، وعارفة ان الإجابة اكيد منقوصة كتير، بس بس ممكن نخلي خديجة تكمل علشان نعرف نوصل بس لهدف الجلسة النهاردة، ازاي بنستكشف جسمنا. اتفضلي يا خديجة. تمام. لو حد تاني حابب يشارك، الغضب عنده بيظهر ازاي؟ نبدأ بيكي كده يا ازاي نهى، قولي الغضب لنا الغضب بيظهر بيبدأ ازاي؟ باني بيظهر في كده جسمك ازاي؟ الغضب عندي بيظهر حقاني. في كتافي هنا فوق، هنا فوق. كتاب. ببقى حاسه مهم. كده، زي ما يكون في حراره طالعه كده، نار كده بسيطه طالعه وبتوصل لحد هنا كده. فبالنسبه لي ببقى فاهمه ان انا محتاجه بقى ان انا اقعد معاها ثانيه كده وابدا اعبر بهدوء على اللي انا حاساه، او ابعد لو طاقته عاليه، لو حجم الغضب عالي باخد مساحتي مهم. الاول افكر فيها وارجع تاني. بس هو بيظهر على جسمي هنا في الكتاف كده بيظهر من في فوق جسمك وينزل في كده. الكتاب. تمام. وبعد كده جميل. بينزل هنا على هنا كده بس. ده في بالنسبه حد لي. رافع ايده MS، انا مش عارفة اسم ايه بالظبط، ممكن يشارك؟ أنا السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. أنا عليا، تعالجت مع دكتورة ولا سنوات، دكتورة ولا وحيد. اهلا اهلا. مهم. ازيك يا اهلا عندي عليا. وسهلا. تجربة مرة عميقة في الغضب. يمكن إذا سؤالكم أستاذة خديجة إنه أو دكتورة خديجة عفوا، إنه مهم. الغضب أنا يعني لين تو ما عارفة أوصل بالضبط للحتة اللي في جسمي اللي تتحرك لما أغضب، بس أعتقد إنه حرقة في الصدر، وعندي وايد مم. مشاكل في المعدة وايد. مم. مهم. اكتشفناها بعدين مؤخرا انه عندي مشاكل، وما زلت خلصنا الجانب النفسي جزء كبير منها دكتورة ولا. مم. بس انا لفت نظري كلام استاذة ايمان قبل شوية، المرحلة اللي هي تتكلم فيها. يمكن انا مش دكتورة، انا بس شوية في مجال التشافي يعني، وخذيت خبرة مع دكتورة ولا في كثرة الجلسات وكذا. في مرحلة من تراكم الغضب أنا أتوقع أنها تكون فيها لخبطة كبيرة وايد وايد، كأن داخلش أنا أشبهه مثل البركان، بركان كأنش تيجي بتطلع الحمم في أي شخص أمامش، وفي الغالب تصير للشخص اللي أنت تطمني له يعني. بس في مرة من المرات سألت دكتورة ولا دكتورة إيش فرق بين الشكوى والكلام الآمن مثلا في معنى السؤال. لأن لاحظت نفسي يعني استاذات دكتورات الموجودين يعني إن لما أشتكي يزيد ألمي أكثر كأنش أنت بتزيد تولعي النار زيادة. ففهمت بعدين إن الشكوى حاجة، والفضفضة يعني في فضفضة هي تفريغ فقط. أنا مم. كده وأنا فيني كده ولازم كده وفلان أنا غضبانة منه من كده، هذا يزيد الموضوع أكثر، ولما أرجع البيت أرجع تعبانة أكثر. هذا الموضوع كيف عالجته بعدين، إنه فهمت الفرق أولا بين الفضفضة وإخراج الحمم في من حولي، وبين اللي هو التفريغ الصحي بالكتابة. ما في مثل الكتابة تطلع.
يعني لين هو تتركب في الافكار اشكال يعني. كتير، في اشكال كتير للتفريغ، علشان برضو مش عايزين نقول الكتابه بس، في اشكال ايوه كتيره للتفريغ، سواء مع نفسنا او مع المعالج، او حتى مجرد ان احنا نخرج ونتمشى ونتحرك. في حاجات كتيره جدا بنستخدمها كتفريغ. بس بس اللي كنهايه، انا نقطه هاخده اللي نهائيه هاخده من شنو؟ كلامك اللي هاخده من كلامك ان انا اكون بشتغل على المشكله اساسها، مش مجرد تفريغ وبستنى لما املى برافو. تاني، يعني وكأن عندي بالضبط وعاء ايوه. بملاه وافرغه واملاه وافرغه، وانا بس سايبه انا اصل مع ايمان، المشكله. يعني ايمان انه وانا مع في ايمان برضو انه المواقف واضح انها كتيره جدا لا ومتشعبه وقديمه قوي، والا ما كانش الجسم وصل جدا. للروماتيزم. انا متوقعه ان انا في مرحله هذه اللي مريت فيها، انه مهم. الغضب احيانا من شدته دكتوره انت ما تعرفي تمسكي ورقه وقلم حتى. صحيح، صحيح، ما في يعني في معاكي، مستوى عالي وايد، يعني مرة صعب. صحيح. فكنا نمسك يعني يبالي يمكن وايد فترة طويلة ميراث، وما زلت مم. يعني أسقط وأرجع أقوم يعني فيه. بس حبيت أشارككم هذا الشيء البسيط. شكرا. تمام. في شيرين رفع ايديها. شكرا ليك يا عبيد. هسلم الأول على دكتورة نور، وحشتني جدا جدا. شيرين وانتي كمان حبيبتي الله يهديك. كنت عايزة أقول بحس إن أنا دماغي بتفور. يعني هي لما مم. قالت بركان أنا تخيلت البركان ده في دماغي والله مم. بجد يعني. وبحس إن هو يعني أكن بقى الحمم اللي جوه ديت هي خانقاني. يعني عند رقبتي كده في، يعني مش قادرة أتنفس. حاسة في فوران في دماغي. ده أكتر حاجة يعني باحسّها لمّا باكون غضبانة يعني في جسمي. مم. شكرا يا شيرين. شكرا. في عندنا ناس تانية رفع ايديها، هناخد مشارك إلهام. واحد بس، اتفضلي يا إلهام. معلش علشان نقدر نكمل. اتفضلي يا إلهام. هو انا بحس ان جسمي كله سامعيني كده. اه سامعينك، سامعين. اتفضلي. بحس ان جسمي كله فيه فوران، ويمكن اللي هو دقات القلب ممكن بتبقى سريعة اكتر. مم. تمام. وفي بقى مم. مشاعر تانية زي مشاعر الخوف بحسها في قلبي، ومشاعر الحزن ممكن بحسها في دماغي. آه، مم. شكرا يا إلهام، شكرا ليكي. طيب هناخد من كلام الناس اللي شاركت إنه المشاعر هو شعور واحد اللي هو شعور الغضب، ولكن اتخزن في كل واحد فينا، بيتخزن أو بيبقى ظاهر أكتر، بيتجمع أكتر في مكان مختلف عن التاني خالص. زي كده يعني ناس قالت انه فوران في الدماغ، في ناس قالت فوران في الجسم كله، في ناس قالت في الكتاف، في ناس ممكن تحس بيه في معدتها في صدرها. فكل واحد فينا جسمه بيتكلم بلغة مختلفة. مين اللي يفهم ده اكتر؟ احنا اللي نفهمه اكتر، مش محتاجين حد يجي يترجم لنا. طب ده هنتعرف عليه ازاي؟ ان احنا نتعرف على جسمنا ونبقى متواصلين معاه، ولما في حاجة تظهر ما نطنشهاش، ما نرميهاش من دماغنا. يعني في ناس تحس بألم في رجلها في ايدها، طالما الدنيا ماشية وعارفين نكمل يلا كمل مفيش مشكلة، ما بيوقفش سنة ويشوف الألم ده جاي منين وجاي ليه. طبعا احنا شغلنا كله بيتكلم على ان احنا نشوف الاول لو في حاجه عضويه او فسيولوجيه نتلافى انها تكون موجوده، عشان بس ايه مش كل الناس ايه في حاجه وجعاني فدي حتى نفسيه واقعد معاها وهتصحى وخلاص. لازم الاول نستبعد الجزء الفسيولوجي، الامراض اللي ممكن تكون في جسمنا، وبعد كده هنلاقي اي الم تاني غير مبرر هنلاقي ليه اصل وجذر ايه نفسي. فخلونا كده مع نهى النهارده نعمل تمرين بسيط نحاول بيه نستكشف جسمنا أكتر عشان نتعرف عليه أكتر. اتفضلي يا نهى. هضيف حاجة بسيطة الأول، إن كل حتى الأمراض اللي إحنا بنروح وبناخد لها علاج، والأمراض المناعية كلها إحنا بنروح نتعالج منها، وفي حاجات كتير إحنا بنروح نتعالج، بنروح علاج طبيعي وبنروح حاجات كتير. الفكرة كلها إن ليه شق نفسي، مش مهم. بنستبعد الشق الدوائي، بس هو ليه شق نفسي، ليه أنا شق محتاجين كان قصدي نحلله محتاج كان قصدي يا نهى اوضح اكتر ان في امراض جسديه يعني او مش هقول ملهاش شق نفسي، ولكن في نقص فيتامين معين. يعني مثلا نقص فيتامين حقيقي د بيعمل تكسره في الجسم، لا انا بصحى من النوم جسمي مكسر يبقى نفسيتي تعبانه، لا انا عايزه استبعد الاول الحاجات الاول، وبعد كده انا مكمله شغل، أيوه انا مش هسيبه يعني، مش لا هطنشه ولا هقول عملت اللي عليا معاه أسمعه. يعني. ده قصدي. اتفضلي يا نهى معاكي. عندك حق. يلا بينا يا شباب نقعد قعدة جميلة مريحة.
بالراحة، واحدة واحدة. الصورة راحت. بالراحة كده، شايفاني؟ طيب أنا معاكي أهو يا إيمان. الصورة اختفت خالص، صورتك طيب اختفت خالص. أنا ما طيب أنتوا شايفين صورتي يا هي شباب؟ الصورة ظاهرة، ممكن يكون في عندها ظهرت مشكلة في النت لا ولا حاجة. هو ممكن ظهرت نت، أنا خلاص، صورتك موجودة متقلقيش، ظهرت خلاص. ممكن تمام. تكون نت. طب جميل يا إيمان. يلا بينا نقعد واحدة واحدة، ناخد نفس بالراحة، نبدأ نبص على كف إيدينا، نفرده ونفتحه ونقفله. أبدأ أبص على صوابعي، أحسها، أتحرك معاها، أفتح إيديا وأقفلها واحدة واحدة. وبعد كده بالراحة أبدأ أقفل إيدي واحدة 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 واحدة، أيوة بالراحة، وأقفل عليها جامد جامد، أمسك إيدي جامد وأبدأ أريح وأنا ماسكة إيدي جامد. آخد نفس بالراحة، أسيب إيدي جنبي وهي ماسكاها جامد وأنا حاسة بمسكنها. يلا بينا، وناخد نفس ونخرجه بالراحة، وأبدأ أسأل مع النفس كل مكان في جسمي. يلا بينا، هبدأ أسأل راسي والنفس رايح لها بالراحة. يا ترى أكتر مشاعر ماسكة فيها إيه ومش قادرة تسيبها؟ بقدر تمسك إيدي اللي أنا عاملاه، واحدة واحدة بالراحة، وياخد نفس وأخرجه، وأبدأ أحس برقبتي، بوشي الأول ورقبتي. أسألهم مع النفس، مع دخول النفس، أكتر مشاعر موجودة ومتخزنة وماسكين فيها جامد جدا لدرجة ممكن توجعهم. واحدة واحدة، وانزل على صدري، اخد نفس بالراحة جدا وخرجه مع الزفير بالراحة. وأنا بستكشف يا ترى أكتر مشاعر ماسك فيها إيه. كتافي بديها مساحتها، بطني بقعد مع بطني شوية وأنا باخد نفس بالراحة، وبقدر بالراحة أكتشف ربطة إيدي الجامدة دي محسسة بطني بإيه، حاسة في أمعائي بإيه، إيه أكتر حاجة مكلبشة فيها، أكتر مشاعر متمسكة بيها، مش قادر جسمي يسيبها، أمعائي مش قادرة أتحركها. واحدة واحدة بالراحة، مع النفس بالراحة، واحدة واحدة أبدأ أستشعر رجلي وركبي، وأوصل لحد القدم، وأشوف المشاعر اللي أنا متمسكة بيها أو جسمي ماسك فيها في راسي ورقبتي وكتافي وصدري وأمعائي، مش قادرة تتحرك منها من كتر ما هي ماسكة فيها. مأثرة إزاي على رجلي ومفاصلي وقدمي وإحساسه بالأرض. واحدة واحدة بالراحة 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 يا شباب، مع النفس، واحدة واحدة بالراحة. ونبدأ ناخد نفس بالراحة جدا، وافتح عيني واحدة واحدة، وافتح ايديا معاه واحدة واحدة بالراحة. وانا بفتح ايدي بالراحة بالراحة على كل مشاعر موجودة جوايا بالراحة، وابدأ أشارك يا ترى إيه اللي حسيته واستكشفته. واحدة 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 بالراحة يا شباب. الحمد لله على السلامة، خدنا رحلة صغنونة كده حلوة. يلا بينا، مين هيشاركنا؟
انا اهلا اهلا. احنا هنكتشف يا ايمان مع التمرين اكتر مشاعر ماسكين فيها جامد جامد جامد، ويا ترى فين؟ يلا بينا حبيبتي اتفضلي. انا اقول لحضرتك، انا اول ما جيت لحد الكتاب دموعي نزلت، اه حبيبتي. ونزلت بغزارة كبيرة يعني. مشاعر حزن. ولقيت نفسي بجيب ايديا ناحية صدري كده وبحضن نفسي بيها. ايوه. انا اقول لك ان انا ايمان. الصوت وقف. ايمان انت معانا؟ اه على مهل. انا عايزه اقول لك ان انا حبيت الكل، وما لقيتش مم. الحب اللي انا عايزاه او الاهتمام اللي انا عايزاه. ايوه. وعشان كده لقيتي مع التمرين مشاعر الحزن، ولقيتي ايديكي بتحتويكي، اه وجسمك بكل بساطة قدر يوضح لك لقيت ان بطني الغضب الشديد ده. كده. اما جيتي عند بالظبط. البطن، بطني دخلت لجوه كده جامد، اه. ويعني كأني باخد نفس جامد بس انا مش باخد نفس. يعني ايوه. هي بتتحرك لوحدها. اه. اه حسيت ان انا عايزه اخد نفسي كلي كده في حضني. حقك. يعني اكتشفنا مع التمرين البسيط ده ان الغضب الشديد ده من كتر الحزن اللي جوايا واحتياجي للاهتمام والرعاية. حقك يا انا ايمان. كنت من يومين بقول لمعلمة القرآن انا عايزه ايوه. اتحضن، انا عايزه حد كده ياخدني في حضنه جامد قوي حقك. ويطبطب عليا. حقك. انا دي مشكله، انا بسمع لغيري وما بتسمعش. انا بحتوي اللي قدامي ومحدش بيحتوي. وكل ده مسبب لك حزن وجسمك بدأ يتكلم بيه معانا في التمرين. شكرا يا إيمان، وكل كل المواجدة معاكي. شكرا يا إيمان، حقك حبيبتي. يلا بينا نسمع شيرين. أهلا يا عمر. نسمع شيرين. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك. اتفضلي يا شيرين. اللي حسيته ماسكاه في ايدي مم. الحزن والفقد. اه. بعد كده حسيت في دماغي مشاعر يعني وكتافي بتقل، مم. أكني فيه يعني هم، أو مش عارفة يعني ايه تسمية المشاعر. انتي حاساها يعني الحزن اه موجود لدرجة عالية واصلة ان هو عامل لي حاسة بهموم هم، تقل، عامل تقل كتير على كتافي. ايوه بالظبط. بعد كده حسيت في معدتي يعني وبطني بقلق، مم. إن شعور القلق أكنه هو موجود في الجزء ده. مم. يعني من آه قوة حزني من الفقد، انا القلق موجود معايا. بالظبط بالظبط فعلا. مم. شاورت لي على حاجة أنا ما كنتش واخدة بالي منها، إن هما مرتبطين ببعض. مم. رجلي حسيت بوجع بقى، يعني ألم، يعني أكن ده طلع في شكل الألم في رجلي، إن هي اه. شايلاني وأنا مش قادرة. اه. يعني مع الفقد واحساس الحزن واللي مرتبط معاه قلق شديد، ده مخلي ان الواقع مؤلم شوية. بالظبط بالظبط فعلا. شكرا يا شيرين. شكرا. شكرا شكرا. لا شكرا. مها. انا عايزه اقول بس الصوت واضح. اه صوتك واضح يا مها. ان مسكه الايد دي مش عارفه يعني، حسيت ان معبره جدا عن الحاله العامه بتاعتي طول الوقت في الحياه، جسديا مم. ونفسيا يعني. حسيت يا ده مم. انا تعبت أوي. مسكت ايدي كده دقايق ما بال بقى جسمي يعني. مم. أم، انا حسيت بحاجات كتير وجه في بالي يعني حاجات مشاعر كتير، بس انا كنت عايزه اسال اكتر. انا لو مش عارفه افسرها يعني ده معناه ان انا مش عارفه اقول الحته دي فيها مشاعر اسمها كذا، ده معناه ان ايوه. انا محتاجه حد متخصص معايا.
أكيد يا مها، بس الفكرة كلها إن هي بناخد واحدة واحدة بالراحة مع نفسنا. إحنا كده كده كلنا بنكون محتاجين حد متخصص يقعد معانا ويبدأ يعلمنا ازاي نكتشف واحدة واحدة. عشان كده طول التمرين انا بقول واحدة واحدة وبالراحة. يعني مش قادرة اكتشف، مفيش مشكلة، عملت سكان النهاردة، المرة الجاية هبدأ واحدة واحدة اعرف هو انا ايه اللي مخليني في انفصال بيني وبين جسمي، مش قادرة اعرف ايه المشاعر الموجودة فيه. واحدة واحدة يا مها. النهاردة اكتشفتي من التمرين انك انتي مش قادرة تميزي المشاعر الموجودة، محتاجة تحسي بلغة مختلفة معاها، محتاجة تفهمي لغة جسمك واحدة واحدة عشان تشوفي هو ماسك قوي كده ليه، وايه اللي مخليه ماسك قوي كده، مش قادر يحس جوه فيه ايه. فواحدة واحدة بالراحة يا مها. خليني اقول برضو يا نهى انه مع الوقت احنا عشان بعاد عن جسمنا فمش فاهمين، انما مع الوقت كل ما احس بالغضب بلاقيه تركز في منطقه معينه فبفهم ان ده الغضب جاي هنا بيقول لي ان انا غضبان. الاقي موقف معين فيه حزن، الحزن بيتجمع مثلا في صدري او بيتجمع في دماغي ايا كان المكان. كل واحد زي ما عرفنا انه لغه جسمه مختلفه عن التاني. فطول ما انا قريبه من جسمي كل مره واحده واحده زي انت ما بتقولي، كل واحدة مره واحدة هفهم. بالراحة. بالراحه خالص هفهم بالراحة جدا. الرساله هنا جايه تقول لي في ايه، لانه كتير جدا جدا احنا زي دلوقتي ما بنقول انا مش عارفه الشعور ده اعرفه ازاي، انا مش عارفه اميزه. انا حاسه بوجع في جسمي في حته معينه او تقل او شده او سخونه، بس انا مش عارف هو الشعور ده ايه. مع الوقت هعرف، مع الوقت ومع تكرار الشعور في أوقات مختلفة بمواقف مختلفة هفهم وهعرف، وساعتها هفهم الرسالة اللي جاية. واحدة واحدة يا مها. اتفضلي. واحدة واحدة يا مها. هنكتشف في كهف كده اللي هو الجسم بتاعنا، احنا ما كناش متواصلين معاه، فعشان نبدأ نكتشفه بنقرب منه واحدة واحدة بالراحة. وكل ما نقرب خطوة نشوف يا ترى ايه اللي حاصل، نقرب خطوة نشوف ايه اللي بيتحرك. واحدة واحدة بالراحة يا مها، ما تستعجليش على نفسك. اللي انت اخدتيه النهاردة خطوة، مبروك عليكي. واحدة واحدة انجوي، واحدة واحدة. شكرا. وانت العفو يا مها. ولاء خالد، ايوه. شاركينا اتفضلي. آه يعني انا حاسه هقفل المشاركه من اولها خالص، بس انا لما جيتي قلتي هنعمل التمرين انا مم. تمام قاعده مستعده ان انا اعمل التمرين، بس انا بقى كأن جسمي كله وقف والله ما انا عامل حاجه. فالتمرين كله انا عملته بخيالي، ما حركتش حاجه في جسمي خالص، بس انا مغمضه. اه. التمرين كله انا معاكي في كل كلمه مركزه، يعني مش متشتته ولا اي حاجه، بس كل حاجه بعملها وانا مغمضه يعني، وانا متخيله نفسي بس ما حركتش حاجه في جسمي. مم. بس مع كده انا حسيت اكتر حاجه كانت وجعاني كتافي، يعني كتافي من اه. فوق اكتر حاجه كانت وجعاني. مم. بس يعني كنت حاسه كاني اتشنكت فجاه كده، ان الجسم مش راضي يسمع الكلام. آه مم. او كنت خايفه بصراحه، مش عارفه ايه المشاعر اللي خلتني ما اعملش ده. تفتكري يا ولاء ممكن نفكر كده اللحظة، يا ترى أنا محملة على كتافي إحساس بالجلد أو بالذنب قد إيه، فجسمي هربان مني تعبان، لأن أنا كل شوية كل شوية أضربه، كل شوية أضربه، كل أقول له أنت السبب أنت السبب، اسكت خالص. ماشي. ماشي. واحدة واحدة نكتشف مع ماشي. بعض. إيه رأيك؟ اوكي مع بعض. وبالراحة بالراحة. ماشي. شكرا. العافية يا ولاء، نورتين. عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص، هو انا يا دكتور ما دخلت من نص التمرين تقريبا. اه. أرزاق آه، أرزاق، خدت رزق إيه يا ترى؟ إيه اللي حصل؟ هو انا اللي حاسس بيه وجع عام، امم. جسمي كله وجعني. امم. بس كمشاعر حاسس ممكن بخذلان، ب... لما يكون مثلا انا عندي طاقة لحاجة وحد امم. يهبطني. الخذلان موجود فين يا عمر؟ مش قادر احدد والله يا دكتور، بس بما ان دماغي اكتر حاجة وجعاني فممكن يبقى في دماغي، مش عارف، مش قادر احدد امم. بالظبط. ولما حضرتك جيتي قلتي نبدأ نفتح ايدينا، امم. ايدي الشمال ما فتحتش، فضلت مشنكلة كذا دقيقة كده، ما امم. ما بتفتحش هي.
انا حاسس ان انا جسمي كله بقى مشدود الشده دي اللي هي التنشنه دي. مم. مم. مش عارف اللي هو ايه. ارتاح كده، اللي هو عايز ايه، حد يجي. معلش معلش، كمل دلوقتي بس وهنتعالج بعدين، بس مش عارف. بعدين كله بعدين، هو ده اللي كانت أستاذة خديجة النهاردة بتتكلم فيه في الجزء الأولاني كله. بعدين الفكرة كلها إن إحنا محتاجين نشوف يا عمر دوائر تفكيرنا يا ترى موصلانا لحد فين. يا ترى أول حاجة أنا خازل نفسي لحد إمتى، لدرجة إن أنا مش إيه اللي ماسكه، إيه اللي أنا حاسه وماسكه لا، انا قوي. نفسي ما خذلتنيش يا دكتور. مم. انا نفسي ما خذلتنيش. أنت لاقط الخذلان. بس انا جامد. الخذلان اتعرضت له من شخص، بس انا مم. نفسي انا شخصيا. مم. لا، انا في الفتره من ساعه ما مشيت ولغايه دلوقتي وانا بره، مم. انا ما خذلتش نفسي تماما. جميل. يبقى محتاج ان احنا نقعد في ده فعلا مع متخصص ونفتحه ونشوف الخذلان ده اللي انت لقطه منين، ونفتحه ونتكلم فيه، ونبدأ نشوف ايدينا الشمال اللي ما عرفتش تفتح دي ما عرفتش تفتح ليه. واحدة واحدة بالراحة. شكرا يا عمر. مين معانا؟ إلهام هو مين كان الأول؟ لا أم أس معانا الأول وبعد كده إلهام. أهلا. أهلين، أنا مع علي، بس سوري أنا ما سويت التمرين. أنا التهيت مع الأطفال وأنا أسمعكم، ما سويته سوري، ولا كنت على طول بنقلش هي كده. الإيد مرفوعة عشان كده سألتك بس. سوري بالغلط، سوري. لا تمام، مفيش مشكلة خالص. إلهام تفضلي شاركينا. أنا حسيت بخوف في دماغي، أو حسيت بحزن في دماغي، وحسيت بخوف في قلبي قوي. مم. حسيت بدونية وخزي وعار في وشي. مم. آه، معدتي كان فيها قفشة جامدة، مم. يمكن ده قلق وتوتر وخوف. مم. كتافي ورجليا حسيت فيهم أكنهم مستسلمين، في كسل، في مم. استسلام، في. فأنا محتاجة أقبل مشاعري دي كلها. واحدة واحدة، محتاجة اه محتاجة واحدة واحدة أقبلها. بالراحة، واحدة واحدة بالراحة. اكتشفتها وشفتها وعرفت إنها موجودة وعرفت أماكنها. أقعد مع حاجة حاجة، واحدة واحدة بالراحة، وأشوف محتاجة إيه وأبدأ أتحرك معاه. واحدة واحدة بالراحة، بالراحة جدا، بالراحة بالراحة. مفيش حاجة هتجري مننا. شكرا لحضرتك. حقيقي يا نهى، أنا بالنسبة لي يعني لسه هتكملي يا إلهام؟ لا خلاص تمام. شكرا شكرا جدا لإلهام. لمشاركتك بجد، يعني بجد شكرا جدا على التمرين، بجد شكرا جدا يا نهى على التمرين. شاركينا بقى. طيب يلا بينا. لا، حسيت حزن في عيني بس في نص التمرين كده بقى خلاص. لا ما نفك بقى، يعني ليه أفضل. كانت التشنيجة دي مؤلمة قوي، يعني نبهتني ان عينيا وجعاني، بس قلت ده حزن، قلت خلاص بقى. بعدين لقيتك أيوة. خلصتي تمرين، قلت الحمد لله. شفتي شفنا بجد شكرا الحزن، شفنا ان جدا احنا على كاتمين. النهارده، وشكرا جدا لكل اللي شاركنا النهارده. نتقابل نورتونا الاسبوع الجاي، لسه على خير. هنستكشف بقى هنعمل ايه الاسبوع الجاي، بس خلينا نستكشف مع بعض النهارده ايه اللي ينفع، عشان اللي استكشفناه النهارده كان كتير قوي. ايه اللي هو انا ينفع نكمل عايزه عليه اضيف الاسبوع حاجه بس، الجاي. بعد اذنك، بس اضيف حاجه، انه احنا كل اللي احنا عملناه ده كله ده علشان نقول لنفسنا ان المشاعر هي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى لينا، فلازم نقبل وجودها. اللي بيتعب الجسم واللي بيتعب النفسيه ان انا اتخانق مع الشعور وارفض وجوده. في مشاعر بتبقى مؤلمه لينا، بس قبولنا ليها، مجرد القبول انه ده طبيعي انه يكون موجود، ده طبيعي انه يحصل معايا حتى لو كان مؤلم، ده بيخفف شويه وطأة الآلام النفسيه والجسديه. مجرد ان انا اقبل وكأن هو ضيف، ممكن يبقى تقيل شويه متعب شويه، بس لازم استقبله، ما ينفعش اسيبه على الباب بره، والا بقى ايه، جسمي هو بقى اللي هيتكلم بداله. مها كنت محتاجة حاجة؟
انا كنت عايزه اسال، هو ايوه الفقرات كل ايه يا بنت؟ كل نعم. حاضر هقول لك. إلهام ممكن نقفل المايك بعد إذنك؟ اتفضلي. كنت عايزه اسال، اللقاءات دي بتتكرر بشكل دوري يعني ولا؟ كل يوم جمعة، دارما كل يوم جمعة مع بعض بإذن الله. تمام. ومعلش سؤال تاني سريع، يعني انا عشان برضو في سكة الأمراض المناعية والمفاصل وكده، وبقالي فترة طويلة مش عارفين حتى نوصل لتشخيص. بس المهم يعني، لو دلوقتي بسبب الحاجات دي والاختبارات والتحاليل وكده مفيش إمكانية مادية إن أنا أبدأ مع متخصص، آه، يعني إيه المتاح بالنسبة لي إن أنا أستكشف المنطقة دي أكتر؟ هو اللقاءات دي مثلا، ولا حضرتك تنصحي بحاجة تانية؟ تواصلي معانا مع دارما، تواصلي مع دارما وما تقلقيش، مفيش مشكلة، احنا معاكي، ما تقلقيش، تواصلي معانا، طيب تمام، شكرا. ما تقلقيش شكرا. خالص. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. انتوا دلوقتي حركتوا المشاعر اللي جوانا ديت، واحنا كنا ايوه. مفكرين ان احنا مسيطرين. اه. كيفيه التعامل معاها ايه خلال الاسبوع، وهي هتبقوا انتوا عملتوا زي ما تكون حركتوا النار تحت الرماد، نعمل فيها ايه؟ تمام. نتعامل معاها ازاي؟ هقولك احنا بنقعد مع تمارين النفس واحدة واحدة، بشوف المكان اللي موجود وحاسس ان هو المشاعر متحركة فيه، ببدأ أدلكه واحدة واحدة وابدأ أكتب. بعد ما المكان ده يهدى أبدأ أكتب وأشوف أو أقول ايه اللي حاصل جوايا لنفسي أو للمتخصص اللي معايا، والأفضل يكون طبعا المتخصص. بس لكن رحلتي انا مع نفسي خلال الاسبوع تمارين نفس، بقعد مع المكان اللي حاساه يا ايمان تعبني وببدا ادلكه واحده واحده واشوف يا ترى المكان ده بيقول لي ايه، بيكلمني عن موقف معين، بيكلمني عن حدث معين، وخليني معاه واحده واحده. ما تقلقيش، واحدة واحدة. الفكرة كلها استكشافية استكشافية، استكشفنا بس. طب هنعمل ايه مع اللي استكشفناه؟ هنقعد معاه شوية. طب ازاي؟ هشوف المكان اللي موجود ومتحرك وابدأ ادلكه واحدة واحدة واقول له انا معاك، ببعت له رسالة بقول له انا معاك، وبكتب هو بيقول ايه، او بفرغ هو بيقول ايه، او بلون هو بيقول ايه. واحدة واحدة يا ايمان، ما تقلقيش واحنا معاكي. في اي حد محتاج اي حاجة يا شباب؟ شيماء. هو فعلا يعني انا موافقه ايمان. احنا اها. استكشفنا كون ان الحاجه تبقى موجوده وانا مش واخده بالي جزء، وان انا اخد بالي منها دي بتبقى ايوه. مفاجاه. احنا بتخض. هنشوف ايه اللي ينفع في الخطه اللي جايه في الاسبوع الجاي، جلسه الاسبوع الجاي. صراحه انا مش حاجه واضحه في دماغي خالص. جلسة الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله. يلا بينا، هدبس خديجة وتدبسني، يلا بينا ونشوف إحنا هنعمل إيه مع اللي بنكتشفه. يلا بينا. بالظبط كده، برافو إن عليك. شاء الله. رحلات الجسد كلها استمتاع، بس يا شباب واحدة واحدة وبالراحة، مش معنى ان بالراحة احنا شفنا أنا جدا. عايزة أقول لك ان إنه احنا نقوم نجري من نحل لا من أغلب خالص. المشاكل بتاعتنا مع جسمنا ومع مشاعرنا إن إحنا عايزين دلوقتي، خلصي لي دلوقتي وبسرعة، وعايزين نعمل بسرعة، مفيش حاجة بناخدها بالراحة خالص يعني. بالراحة، فدي بالراحة على يعني نفسنا. عايز تقلب المشاعر وتخلص منها، عايز تقلب الوجع وتخلص منه. يعني احنا عايشين حياة كلها سرعة، فاحنا محتاجين نتباطأ شوية ونبص على جسمنا ونشوفه أصلا الأول يعني. أنا إنسان أدي لنفسي مم. رسائل رحمة، بالراحة بالراحة، مش محتاج حاجة، محتاج من الحياة رسائل رحمة بس أعرف أعيش واحدة واحدة. أشوفكم على خير الجمعة الجاية بإذن الجمعه الله. الجايه مع ان شاء السلامة. الله خديجه مع ونهى. السلامة. الجمعه على الجايه السلامة. اللي باي باي. فتحتوه ده تيجوا تكملوا. إن شاء الله. حاضر حاضر. نكمل على خير يا رب. مع صباحكم السلامة. مع زي الورد. السلامة إن شاء الله. مع باي السلامه. باي.